السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. تعالوا النهارده نعمل وصفة جمبري بطريقة جميلة جدا، تنفع سندوتشات سريعة وما تاخدش معاكي وقت. الريحة والطعم يا جماعة بجد تحفة، والبهارات اللي حطيناها ما شاء الله عليها. ممكن لو حبيتي تحطي فيها بيض حطي براحتك انتي. طريقتنا سهلة خالص وجميلة، يا رب تعجبكم. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا، حط لنا لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مع صنف في مطبخي. وطبعا احنا في الصيف الاكلات دي تبقى خفيفة وجميلة وما تاخدش معاكي خالص وقت في المطبخ، بسرعة تعملي أحلى سندوتشات. وزي ما انتم شايفين حطينا طاسة على البوتاجاز وحطينا فيها معلقتين من السمنة ومعلقتين يطلع من الزيت. حابة تعمليها بسمنة خالص اعمليها براحتك. دقينا توم وحطيناه زي ما انتم شايفين. كتري التوم، اللي الجمبري بيحب التوم يا جماعة، وفي ناس بتحبها تعملها بالبصل، حسب اختياري. حابة تعمليها ببصلاية اعمليها بتوم وبراحتك انتي حسب الطعم اللي بتحبيه. طبعا انا راح اسيب التومة من الصفر، ويلا نحط الجمبري بتاعنا بعد ما غسلناه. زي ما انتم شايفين غسلناه بالليمون والمية، بعد كده صفناه ونحطوه في التومة. بعد ما صفرت التومة حطيت الجمبري، بعد كده نروح جايبة البهارات. ما شاء الله تبارك الله. معانا البهارات معلقة، أهم حاجة معلقة الكركم، فلفل أسود، كمون، بابريكا. البهارات دي بتخلي الجمبري معاكي تحفة بجد يا جماعة. زي ما انتوا شايفين حطينا البهارات بتاعتنا. الكركم بيخلي الجمبري لونه أصفر وطعمه جميل. ونحط الفلفلة الخضراء بتاعتنا، ولو عندك فلفلة ألوان ممكن تحطيها، المتوفر عندك حطيه. طبعا احنا عارفين ان الجمبري يا جماعة مش بيطول قوي في السوى، عشان لو طول راح يجلد معاك، يا دوبك غلوة واحدة وخلاص. طبعا انا راح اسيبهم زي 10 دقايق ولا اقل من 10 دقايق وخلاص على كده. وزي ما انتم شايفين اقلب على طول، بعد كده اغطي عليهم. الريحة جميلة جدا بجد، من الاكلات السريعة الصيفي اللي ما تاخدش معاكي وقت في المطبخ خالص، اكلة سريعة وجميلة. واستوى معانا الجمبري ما شاء الله، والحاجة كلها استوت والفلفلة استوت كمان. ريحتها تحفة يا جماعة بجد، وطعمها والملح بتاعها مظبوط وكل حاجة مظبوطة فيها. جاهزة على طول تعملي سندوتشات، أو ممكن تحطها في طبق وتاكلي على طول وجنبها شوية سلطة، وبألف هنا وشفا على اللي بياكل منيها. يا رب يكون عجبتكم وصفتنا. أكلة سريعة ما تاخدش معانا وقت، دايما ندوروا على حاجة سريعة اللي تاخدش معانا وقت خالص في المطبخ عشان الصيف، وانتوا عارفين ان الدنيا حر قوي. الأكلة دي جميلة جدا وجربيها راح تتبسطي منيها. بشوفكم فيديو تاني بإذن الله.